شاء الله. مساء الخير يوسف، تحية مجددا لمشاهدينا الكرام من ملعب 5 جويلية. إذا نلقاكم ومنه نحييكم، وفيه سنعيش دربي آخر من دربيات الجزائر، الدربي الأكثر شغفا، الأكثر انتظارا، والأكثر امتاعا جماهيريا. ديربي يمزج بين سحر المدرجات مثل ما نشاهده ورغبة في تسيد العاصمة كرويا. ملعب 5 جويلية ومدرجاته على مدار سنوات طويلة ظلت مسرحا لإبداعات منقطعة النظير. جماهير تنتظر الديربي بشغف لتطلق العنان لإبداعات هي أوركسترا فوق المدرجات، وترسم صور تتداولها أكبر القنوات العالمية على مدار أيام. ننتظر، نترقب، لنستمتع سويا بالبدايات، والبداية لن تكون مع صافرة الحكم شيرية، بل بهذه اللوحات الرائعة والاستثنائية التي دوما ما تصنع الحدث. هنا الجزائر، هنا ملعب 5 جويلية، هنا ديربي بلاد الجزائر. أي كلمات، أي جمل، أي مفردات بإمكانها أن تصف المشهد وهذه الأجواء الرهيبة الرهيبة الرهيبة. أن سميناك بالدرب الكبير. إذا مباشرة الأجواء نستنا في ثلاثي، طبعا في الحكام، ونستنا في اللاعبين، ونستنا في أشياء كثيرة تقنية يزيد، ولكن هذا هو الغياب المؤثر إلى حد الآن في تشكيلة مولودية الجزائر، إضافة إلى بايزيد المصاب. إلى اتحاد الجزائر أسامة بنبوط، رضوان سعيدي، العمارة، نبيل عليلات، آدم موندي. الآن عقارب الساعة لبداية الدربي رقم 117 بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر هنا في ملعب 5 جويلية. مباراة ننتظر أن تكون مثيرة وشيقة ومفتوحة على كل الاحتمالات بالنظر إلى كل المعطيات التي ذكرناها في البداية. مونديتو تيفو ثاني لجمهور الاتحاد، ثالث، هذا هو الثالث. الكرة تخرج إلى التماس، تبقى دوما لصالح اتحاد الجزائر. التوزيع من نبيل عمارة مرة أخرى، ولكن الدفاع يتدخل من جديد وتتحول إلى هجمة معاكسة سريعة من هناك بعيدة وتخرج إلى التماس. المتعة لا زالت متواصلة فوق المدرجات بهذه اللوحات. المخالفة عالية، ولكن في القائمة الأول تقطع مباشرة. حاول المراوغة، حاول التوزيع، ولكن التوزيعة خرجت إلى ضربة مرمى. وعبد اللاوي تتحول إلى هجمة معاكسة سريعة الآن من جانب فريق اتحاد الجزائر. غش وعودة، وأي عودة، أي شاف تاكل من دون خطأ، يقطع الكرة ويحرم اتحاد الجزائر من هجمة معاكسة خاطفة سريعة بين إفريقيين. مسوسة في انطلاقة، الكرة للمولودية، صعبة، هكذا انطلق مسوسة من هناك. أمير قدمها لزكريا، زكريا سدد بقوة، راح مع أسامة بنبوط، لم تمر بعيدة. هل هذه هي الكرة التي ستحرك المباراة؟ هل هذه هي الكرة التي ستحرك الديربي؟ والأجواء رهيبة فوق المدرجات. هناك مناظرة إن صح هذا التعبير بين أنصار الفريقين، مناظرة فنية إبداعية. لودي لم تسجل هذا الموسم من المخالفات غير تنفذ عالية في القائمة الثانية، ولكن تصنع لك الفارق مثل ما يصنع المناصرين الفارق فوق المدرجات. إلى حد الآن المتعة هي موجودة فوق المدرجات من دون تعليق، من دون أي كلام، من دون شيء. صراحة صعب إيجاد الكلمات لوصف. زكريا نعيجي لأكرم بوراس، راح أكرم مع سليم بوخشوش لزكريا نعيجي، التوزيع في القائمة الثانية. نبيل عمارة، نبيل راح يوزع الكرة، توزيع رأسية إسماعيل بالقاسمي جانبية. سعد رضواني، سعد يطلب إسماعيل بالقاسمي، التوزيع غزل يتدخل، بالقاسمي يصارع لكونزا، يسدد من دون انتظار، ولكن الرد من هنا كان من غزلة. كرتين حاسمتين لبالقاسمي. بنزاز ابراهيم، التوزيع رأسية بالقاسمي جانبية. القائمة الأيسر للحارس رمضان عبد الوهاب. لا ندري إذا سيدخل في الشوط الثاني.
من دون تعليق ما يحدث فوق المدرج. قلت بأنه هو عرسهم، هو دربي الأنصار، 90 دقيقة من المتعة والفرجة. بالقاسمي خطيرة لسعد رضواني، صعبة صعبة صعبة، تمر جانبية. رضواني إلى حد الآن مدرجات 5 جويلية، صورة للجماهير الكبيرة في صراع بينه وبين بن خماسة. كان الدفع هذا الطابع لانه كان هجمه معاكسه سريعه. سليم بوخرشوش لعب بالنار، لعب بالنار في هذه الكره خطيره وجانبيه. اذا سينفذ بعد لحظات. صور للحضور الجماهيري الكبير، المنعرج الجنوبي لمنصار مولودية الجزائر. هنا في هذا المنعرج ألف حكايه وحكايه وألف ذكرى وذكرى. ينظر، يترقب، يوزع في القائمة الثانية، الراسية فوق العارضة الأفقية من حميدي. حميدي ارتقى فوق الجميع. براس صعبة، تصطدم بهذه معليلات. لا زال الخطر، لا زال الخطر، وبالراس تضيع هذه الكرة. هاي الإعادة، التسديدة في صدر رضواني أعتقد، ثم أكرم بوراس يغير الجناح تماما. حميدي يطلبها، راح حميدي، واصل حميدي مع رضواني، وزع حميدي وبالراس موديكو، ثم بوخرشوش مباشرة لحسام الدين غشة. غشة ينتظر المساندة جانب الأعمار ولكن متأخر نوعا ما. قرر يكونزا هو مطلبها، يكونزا الذي يروضها، يغطي الكرة كما ينبغي. جاته المساندة من سعد رضواني، سعد يلعبها ثنائية وتدخل الدفاع كالعادة من طازة. يبحث عن زميله في الهجوم بالقاسم ولكن تسترجع من المولودية. صعبة من أكرم بوراس، خطيرة لكبري في اعتراض الحكم يخلي اللاعب يتواصل. صعبة الهدف الأول لمولودية الجزائر من أمين مسوسة، يفتتح النتيجة ويلعب الديربي ويلعب مدرجات ملعب 5 جويلية. يشتعل المنعرج الجنوبي، أجواء كبيرة وكبيرة جدا. سيناريو مغاير للشوط الأول في فترة وجيزة، بل هي 90 دقيقة كاملة. هكذا كانت التوزيع من ايجي. ما فيش وضعية تسلل، ما فيش وضعية تسلل. بينية من ايجي في القائمة الثانية من مسوس انتظر. تدخل أسامة بنبوط، الصد من أسامة، المتابعة من أمين مسوس، والهدف الأول لمولودية الجزائر. إبراهيم بن زازا والعمارة نبيل في تنفيذ هذه الكرة الثابتة. سيكون إبراهيم بن زازا رأس واحد من زملائه، عالية في القائمة الثانية، وتدخل الدفاع بنفسه. سدد في المرة الأولى ووجد الحارس أسامة بنبوط، أقوى حراس الدوري هذا الموسم. يا بن يحيى يقول ركزوا فعلا. الديربي يحتاج إلى تركيز. يحتاج زكريا نايجي، زكريا مع موديكو، زكريا موديكو، زكريا ثاني الأهداف لمولودية الجزائر. وجاء آخر مغاير تماما في الشوط الثاني. ماذا فعل بن يحيى في غرف الملابس؟ ماذا غير وأي خطاب؟ هل هذه مولودية الجزائر التي شاهدناها في الشوط الأول؟ أكيد لا 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 لا. بداية جنونية من المولودية، بداية جنونية من المولودية. عجيب هنا في ملعب 5 جويلية. سيناريو عجيب وغريب لأنه الشوط الأول لم يكن هكذا. زكريا العيجي يوزع، من أعاد الكرة؟ هو حليمية من قدمها. حليمية على الطاير
تعال الحليمية يقدم تمريرة حاسمة لكيبري الذي يسجل أول أهدافه بألوان. حليمية على الطاير يقدم كرة على طبق لكيبري والهدف الثاني. 58 دقيقة والنتيجة لصالح مولودية الجزائر 2-0. لما كان اللعب متواضع وغابت الأهداف كانت المتعة فوق المدرجات استثنائية، فما بالك اليوم، فما بالك الآن مع تسجيل هدفين فعله الدربي. هنا هل في خطأ أم لا؟ لأن التسلل خلاص جاء من خلف اللاعبين. سنشاهد طلبة أو التأكيد بأنه هدف. المولودية إذن تسجل الثاني والحكم شيرية يؤكد بأنه نعيجي هكذا انطلق نعيجي، هكذا مر نعيجي، هكذا وسع نعيجي من دون رقابة، جاء من هناك من بعيد. حليمية هيأ لكيبري الذي سجل ثاني الأهداف في هذه المباراة، إخراجه ولكن تسترجع بسرعة. هو أسامة مريلي من يقدمها لرضواني، سعد رضواني يوزع عالية ورمضان عبد اللطيف في الوقت المناسب. ضاعت لكونسيس، ترجع خطيرة صعبة، ما فيش ضربة جزاء يا عزام الدين رجاء. هكذا يقول مشايرية. الاتحاد كله في الهجوم، ما هاو الصراع بين حليمية وغشة، هاو الصراع بين حليمية وغشة. غشة يقول في الدفع والحكم قال ما فيش. سفيان ماني هذا هو الهدف الثالث فقط للمولودية في ملعب 5 جولة. قبل هذه المباراة ما عدا هدف أوندي ديلور المولودية لم تسجل هنا. نعم لم تسجل هنا على غير العادة تماما. إسلام تصطدم بأحد زملائه، لا زال الخطر للاتحاد ولكن حميدي كالعادة حاضر حميدي. وبعد ذلك جاء الاتحاد أيضا بكأس الكاف ثم السوبر الإفريقي. اشتعلت المباراة ولا زال هجوم الاتحاد مصر على العودة. بنزاز ابراهيم سيترك مكانه لزميله. هذا هو التغيير محروس رقم 3 احمد. نعم هو ثالث والرابع من جانب الاتحاد. رابع والمولودية نعم. شحال تغيير سفيان لطيف. هذا جمهور الاتحاد لا يستسلم ابدا، هو يلعب 90 دقيقة نتاعو بكل بساطة كالعادة. وقدي التوزيع راسية بالقاسم الجانبية، التوزيع مريلي في تنفيذ الركنية وضاعت هذه الفرصة. مساعدي آمن ورضواني راح مسوسة ممتازة خطيرة صعبة، والدفاع لتعدد فرصة أخرى ينفذها عالية. كل ربع ساعة كاملة كريم أضافها الحكم. يلا محظوظين لنستمتع سويا، محظوظين احنا الحياديين يعني. حليمية يوزعها صعبة والدفاع يدخل. أم أن صمود دفاع المولودية سيتواصل؟ تنفذ مرة جانبية والراية مرفوعة. بيزيد لأكرم تصطدم بدفاع الدربي اللي يخلينا نقدموا أجمل صورة عن بلادي وبلادنا العزيزة. وانطلاقة للمولودية ضاع الثالث. في الآن نوع من فقدان التركيز من جانب عناصر فريق الاتحاد. أكرم براس صعبة، بيزيد يضيف الثالث لمولودية الجزائر. أي سيناريو
أي جنون في هذا الديربي. 3-0 في الوقت الذي كنت أذكركم فيه بأثقل النتائج في تاريخ المواجهات، في الوقت الذي كنت أقول لكم بطولة الفريق الذي لم يتلقى سوى 3 أهداف في قبل هذه المباراة يتلقى بعد ذلك 3 أهداف في مباراة واحدة، في سيناريو لم يكن أبدا متوقع. ولكن هذا هو الديربي، يخليك تتوقع كل شيء. الركنية تنفذ لكن سهلة بين أحضان الحارس. عبد اللطيف رمضان من آدم عليلات، انطلق أكرم بوراس، ولكن الحكم شيرية يعلن عن نهاية المباراة قبل أن تنتهي هذه الهجمة المعاكسة. يعلن عن نهاية هذا الديربي المجنون ب3-0. ديربي مجنون كان في الشوط الأول غريب ومغلق ومن دون فرص، ولكن في الشوط الثاني شيء آخر، حكاية أخرى دونت بأقدام عناصر مولودية الجزائر. الفرحة هكذا بين أكرم بوراس، أكرم الذي يفوز بهذا الديربي، سعد رضواني خيبة الأمل رفقة أسامة بنبوط الذي لا يصدق ما حدث. أيضا القبعة ترفع لمشيرية والطاقم التحكيمي الذي أدى المباراة بامتياز من دون أخطاء. هو العناق بين عناصر المولودية التي تصل إلى النقطة 24 بفارق نقطة فقط عن الرائد شبيبة القبائل واتحاد الجزائر. رصيده يتجمد عند النقطة 20. طبعا بعد قليل، بعد أن نستمتع سويا معكم بهذه الصور والفرحة، سنعود إلى